السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كلاص بحجم عائلي بالنوغا. كيجي اكثر من رائع، كيجي رائع في الشكل وحتى في المذاق. الشكل ديالو كيجي راقي والمذاق ديالو كيجي اروع، كيجي معلك من الداخل كما كتشوفوا معايا في الصوره. بلا ما نطول عليكم ندوزو مباشره نشوفوا المكونات والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للطريقه، اول حاجه غنبداو بها نحضروا النوغا. عندي هنا كاس ديال السكر سنيده، عندي هنا كاس مخلط ما بين البندق واللوز. تقدروا تستعملوا غير اللوز بوحديتو اولا تقدروا تستعملوا الكركاع اولا اي نوع ديال المكسرات عندكم متوفره في الدار. دابا ندوزو نشوفوا الطريقه ديال التحضير. انا خديت هنا واحد المقله، درت فيها السكر ودرتها فوق البوطه على النار اللي تكون مهيله. غنخليها السكر حتى يبدا يتكراميليزا. دابا بعد ما كيبدا السكر كيولي كراميل، دابا هنا كنبدا نحرك هكا بواحد السباتي. صافي كنبقى مره كنحرك حتى كيتكون لي الكراميل بهذا الشكل هذا. دابا هنا كنضيف داك البندق واللوز وكنحرك كلشي مزيان بهذا الشكل هذا حتى يتلبس لنا داك البندق واللوز بالكراميل. فهاد الاثناء هذه كنكون صافي طفيت البوطه. صافي غنخلط كلشي مزيان بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا في الفيديو. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي نوع ديال المكسرات عندكم متوفره في الدار. دابا هنا كندير داك النوغا فوق بابي كويسون وكنخليها حتى تبرد مزيان. دابا غنشارك معكم باقي المكونات اللي غنحتاجو باش نحضروا هاد الكلاص. عندي هنا هاد العلبه ديال الكلاص ديال الفاني. تقدروا تستعملوا لاموس اولا تستعملوا كريم شونتيي فعلى حسب المتوفر. انا استعملت هاد العلبه هذه ديال الكلاص. عندي هنا نص لتر ديال الحليب اللي يكون بارد مزيان. غنحتاجو 2 معالق كبار ديال الشوكولاط ديال الدهن، كيبقى اختياري تقدروا تستغناو عليه، غير هو كيعطي واحد اللون مزيون لهاد الكلاص وحتى المذاق. عندي هنا 4 ديال الايو ديال درهم اللي كيكون على هاد الشكل هذا، تقدروا تعوضوه بالاوريو. صافي هادو هما المكونات اللي غنحتاجو. دابا بعد ما بردت لي داك النوغا كنقطعها هكا قطع صغيره، ودابا غادي ندوز باش نطحنها. دابا بعد ما طحنتها كتولي على هذا الشكل هذا. دابا نحتفظ بها جانبا. انا خديت هنا واحد البول غندير فيه داك العلبه ديال الكلاص ونص لتر ديال الحليب. بالنسبه للحليب كنديرو في الفريغو، كنخليه حتى كيبرد مزيان هو وهاد العلبه ديال الكلاص حتى هي كنديرها في الفريغو حتى تبرد مزيان باش هكا دغيا كتطلع لي الكريمه. دابا مع الحال سخون ضروري يكونوا باردين مزيان. صافي كنبقى نطرب بالطراب الكهربائي حتى كتبدا تطلع لي الكريمه، ومن بعد كنضيف 2 معالق كبار ديال الشوكولات. كما قلت لكم كيبقاو اختياريين تقدروا تستغناو عليهم، غير هما كيعطيو اللون مزيون لهاد الكلاص وحتى المذاق. صافي كنبقى نطرب مزيان حتى كتطلع لي الكريمه. بالنسبه للكريمه ما تكونش طالعه مزيان، كنخليوها شويه سائله كما كيبان لكم في الفيديو. صافي دابا كنضيف داك النوغا اللي طحنت، وغنضيف البسكوي اللي قطعته قطع صغيره بهذا الشكل هذا. ودابا غنبدا نحرك هكا من التحت للفوق غير بشويه باش ما تهبطليش الكريمه. صافي كنبقى نحرك هكا بشويه من التحت للفوق. انا خديت هنا واحد البواطه وغندير فيها الكلاص. تقدروا تستعملوا اي مول بغيتو اولا ديروا اطار يكون مربع اولا دائري فعلى حسب المتوفر. انا دائما كنستعمل هاد البواطه هذه كتجيني عمليه.
صافي غنضيف الكلاص ديالي هكا في البواطه، وغنحاول نقادلو الوجه مزيان. صافي كنقادلو الوجه ديالو مزيان بهاد السباتي، ومن بعد غندخل البواطه للمجمد وغنخلي هاد الكلاص هذا ليله كامله حتى يجمد مزيان، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. دابا بعد ما كيجمد الكلاص مزيان كما قلت لكم خليته ليله كامله، دابا هنا كناخذ واحد الموس وكندوزو بحال هكا من الجناب باش هكا داك الكلاص كيتهز من البواطه، وملي كنجي نقلبو كيتقلب بكل سهوله. دابا غندوز باش نقلب الكلاص كما كتشوفوا كيتقلب بكل سهوله، ما كيلصق ما والو، ما تخافوش منه نهائيا. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، كيجي مقاد، كياخذ داك الشكل الدائري ديال داك البواطه. كما كتشوفوا كيجي مقاد مزيان من جميع الجهات. دابا هنا غندوز باش نزينو. انا خديت هنا واحد البسكوي ديال ايو ديال 2 دراهم، غنزين به بهذا الشكل هذا، وغناخذ هذا السيجار حتى هو غنزين به. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا وتزينوا بالشكل اللي نتوما بغيتوا، انا غير كنشارك معكم الافكار. صافي وغنزين هكا بهاد لي بيبيت دو شوكولا. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص، كيجي على هذا الشكل هذا. انا زينت بهذا الصوص ديال الشوكولاط من الفوق. انا استعملت هذه، ممكن تستعملوا اي صوص عندكم توفره في الدار، اولا ممكن تزينوا غير بدانيت شوكولا، ديروه في واحد البلاستيكه وتزينوا به حتى هو كيجي مزيون، فعلى حسب المتوفر. كما كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص. الشكل ديالو كيجي راقي، المذاق ديالو كيجي اكثر من رائع. هكا تحضروه في المناسبات ديالكم اولا تحضروه لوليداتكم فكيجي رائع، واكيد الا جربتوه غيولي معتمد عندكم. دابا هنا غندوز باش نقطعو معكم باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل. كما كتشوفوا كيتقطع بكل سهوله، كيجي معلق من الداخل، كتجي فيه واحد التعليكه رائعه وكيجي عامر. كيكون هذا هو الشكل ديالو من الداخل. كما كتشوفوا داك القطع ديال البسكوي كيجيو باينين، وداك الشوكولاط اللي ضفنا له كيعطي واحد اللون رائع. كيكون هذا هو الشكل ديالو كيجي اكثر من رائع. اكيد الا جربتوه غيولي معتمد عندكم. كما شفتوا ان الطريقه ديالو سهله والنتيجه اكثر من رائعه. كيكون هذا هو الشكل ديالو من الداخل، كيجي معلق والمذاق كيجي اروع. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك، وإلا جربتوا الوصفه ما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق، وتشاركوني التطبيقات ديالكم في الانستغرام ديالي. دائما كنخليه لكم في صندوق الوصف في اول تعليق. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيزوروا القناه ديالي كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.